تأكل النيران في حقد دفين فأنا هنا صلد صبور ثابت لن أستكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم. هذا لقاؤنا الرابع عن الشيخ عصام دربالة والصحوة الإسلامية في سبعينات القرن الماضي. نحن الآن في العام 1978. هذا العام يعني الترم الثاني من سنة تانية هندسة. أنا كنت في هندسة ميكانيكا زي ما أنتم عارفين، والشيخ عصام الله يرحمه كان في هندسة قسم الهندسة المدنية. هذه الفترة ولمدة مثلا 9 أشهر شهدت نوع من أنواع التباعد الجسدي في اللقاءات بيني وبين أخونا عصام الله يرحمه، لأني انشغلت في الحقيقة بالناس اللي تعرفت بيهم الجدد اللي هم الجماعة الدينية في جامعة أسيوط. أسامة إبراهيم حافظ، نجح إبراهيم عبد الله، صلاح هاشم، بعد كده كرم زهدي، كل دول كانوا طلبة في جامعة أسيوط، وهيكون ليهم أدوار مهمة هتتضح إن شاء الله في الحلقات القادمة. استشرت طالب الطب اللي يكبرني نجح إبراهيم، قلت له إن أنا أحسن الخط وأحب الدعوة، فهل ترى إن أنا أهتم بتعلم قواعد الخط عشان أفيد الجماعة في الكتابة وكتابة اليافطات واللوحات، ولا الدعوة؟ ففي البداية قال لي خليك في الخط، وبعدين في نهاية الجلسة قال لي لا خليك في الدعوة. دي نصيحة أنا انتفعت بيها، وأسأل الله أن تجعلها في ميزان حسناته. بنقترب من نهاية العام الدراسي، قررت أن أنا أطلق لحيتي. أنهيت الامتحانات ورجعت، وبدأنا مع الوالد رحمه الله المعركة اللي بتحصل دايما لما شاب. كانت المعركة دي في أجيالنا احنا، معرفش بقى الأجيال دلوقتي المعركة دي بتحصل برضو ولا خلاص تجاوزها الآباء. كان كل ما شاب يلتحي لابد من نقاش وحوار وضغوط من الوالدين ليحلق لحيته، وتذكير بما حدث من قبل للإخوان سنة 65 وسنة 54. وده ما كانش من الوالدين بس على فكرة، التحذير مما حدث للإخوان والتأكيد على أن مصيركم سيكون كمصير الإخوان، دي كانت سمة عامة عند عوام الشعب المصري. تسمعها من والدك، تسمعها من والدتك، تسمعها من أقاربك، تسمعها من أصدقائك قليل شوي، لأن احنا كنا جيل واحد ما أدركناش هذه الفترة، لكن تسمعها من اللي أكبر منك عموما، تسمعها من البقال، تسمعها من الحلاق لما تروح تحلق عنده. كل دول يقولوا لك كويس وبتاع، بس خلي بالك نهايتكم زي نهاية الإخوان المسلمين، الحكومة مش هتسيبكم، نهايتكم السجون. ودي كان ليها أثر شديد جدا في اتجاهات الصحوة الإسلامية اللي احنا عصرناها. ممكن الشباب الأجيال اللي بعد كده ما تشعرش بقيمة هذا الأمر ولا بضغط هذا الأمر على جيلنا نحن، لكن من عايش معي هذه الفترة يعرف مقدار ما كانت تمثله هذه الكلمة من ضغوط نفسية علينا. هي الكبار كانوا يقصدوا بها تحذيرنا مثلا، بعضهم يقصد بها التخويف، لكن انت بتتلقى هذه الكلمة بنوع من التحدي. لا، مش هيكون مصيرنا زي مصير الإخوان. بدأت المعركة الكلامية أو النقاشية في البيت حوالين موضوع اللحية. الوالد بيحاول يقنعني ان لا داعي لهذا المظهر، الالتزام السلوكي حسن، الالتزام بالعبادات في أوقاتها في المسجد وشيء حسن، لكن لا داعي لهذا المظهر، وإحنا شباب مصرين على هذا الأمر. كان شقيقي الأصغر سبقني لهذه المحاولة وأثناء تواجدي في جامعة أسيوط، ولكن استجاب لضغط الوالد وحلق لحيته، فلكن أنا أصريت. وسبحان الله
في اللحظة اللي بدأت يعني أضعف فيها، لأن والدي رحمه الله كانت شخصيته قوية، نعم لم يكن يعني جبارا أو باطشا، لكن كان يستعيض عن هذه الأمور بقوة الشخصية، كان له شخصية قوية فعلا، حتى إن أقراني كانوا يسمونه جمال عبد الناصر. وفي جيلنا احنا كلمة جمال عبد الناصر دي يعني استغفر الله، يعني المثل الأعلى هو جمال عبد الناصر. إن تكلموا عن الأقوى يبقى جمال عبد الناصر، عن الأحكم يبقى جمال عبد الناصر، عن الأفضل يبقى جمال عبد الناصر، أي شيء القمة فيه يسموها جمال عبد الناصر. ففي اللحظة اللي بدأت يعني أكاد أستجيب للوالد فيها في هذا الأمر، هو رحمه الله قال كلمة فالتقطتها دون أن يشعر، وأحسست أني سأكسب من هذه المعركة. كلمة معناها أن أنا مش عايز أدي لك أمر مباشر عشان ما يحصلش تجرؤ منك وتكسر الأمر المباشر. قلت بس خلاص كسبنا معركة اللحية بحمد الله، وأصريت عليها. فلما يأس الوالد جاب لي بقى واحد اسمه الأستاذ إبراهيم، ما زلت أذكره إلى الآن، كان مدرس لغة عربية وتربية دينية، وأنا والدي رحمه الله كان في سلك التدريس، على أساس أن الأستاذ إبراهيم له خلفية دينية قوية واستطيع إقناعي. وإحنا في وسط النقاش راح الأستاذ إبراهيم لخبط واتكلم في موضوع الأولية والأضرحة والمدد، وأنا والدي وجدي وأسرتنا عموما تكره هذا الأمر كرها شديدا. فانقلب النقاش بقى، بدل ما الأستاذ إبراهيم بيحاججني وأنا برد عليه، انقلب النقاش إن والدي رحمه الله يحاجج الأستاذ إبراهيم وأنا بتفرج عليهم وأنا سعيد. انتهت المسألة، ثم ذهبت بموافقة الوالد وعدت إلى أسيوط لأحضر أول معسكر إسلامي في حياتي. وقلت لكم من قبل إن أسامة حافظ كان ألح علي أن أنا أحضر المعسكر، وأنا ماسك ورقة الاستمارة ويقول لك كم جزءا تحفظ من القرآن؟ أقول له أنا ما أحفظش غير قصار الصور، يعني ممكن 6-7 صور من قصار الصور. وهو يقول لي لا برضه هتحضر المعسكر. وبعدين قال لي هتحضر معسكر القيادات اللي قبليه. قلت له قيادات أنا؟ يعني احنا، قال لي نعم ستحضر معسكر القيادات اللي هو قبل المعسكر الكبير. وبالفعل استأذنت الوالد في ان انا احضر المعسكر الاول. قلت له هم معسكرين، قال لي اختار واحد، فاخترت الاول، واضمرت في نفسي اني اذا ذهبت الى هناك ارسلت له رساله استاذنه في حضور الثاني. ما كانش بقى التليفونات ومثل هذا الامر، حتى التليفون الارضي ده كان سلعه نادره، يعني لم يكن وقتها في بيتنا التليفون الارضي، كان طريقه التواصل الوحيده هي الرسائل، اما عبر البريد واما عبر شخص يكون مسافرا من بلد الى بلد. حضرت معسكر القيادات وكانت نقلة كبيرة. وفي الحقيقة المعسكرات الإسلامية والمعتكفات الإسلامية بتؤثر في النفوس تأثيرا عظيما. أنت عايش في المجتمع بتتأثر بالأخلاط الرديئة والخبيثة التي يعني تنفذ من خلال حواسك إلى قلبك، من التلفزيون، من الإذاعة. كان وقتها الإذاعة لها قيمة شوية، يعني كان فيه اهتمام بالإذاعة وقتها، لأن التلفزيون كان ضعيفا. التلفزيون كان القناة الأولى والثانية، والإرسال مثلا من الساعة 5 عصرا للساعة 12 مساء، فكان لسه الإذاعة لها مكانتها. من الرفاق في الشارع، في البيت، في المدرسة، في العمل، كل دول بيصبوا في داخلك عبر حواسك يعني ما نسميه في الهندسة انبوت، حاجات كده بتدخلها رديئة فتؤثر في نفسية الإنسان. ففي المعسكرات الإسلامية بتنعزل تماما على كل هذه المؤثرات الرديئة، وتصير كل المدخلات حسنة: صلاة نافلة، قيام، تذكرة، الأذكار، قراءة القرآن، دروس العلم، رؤية الصالحين، أخلاق الصالحين من حولك. فبتنعزل أو بتمتنع أو بيكون في حمية عن المواد الرديئة التي تفسد القلب، وفي نفس الوقت بتكون هناك تغذية بمواد حسنة
مما يصلح القلب، فيحدث تغيير كبير في شخصية الإنسان. في الحقيقة هذا التغيير كان حدث بالنسبة للعبد الفقير إلى الله في فترة قبل ذلك، يعني الحمد لله الإحساس بنعمة الهداية، نور الهداية، حلاوة الإيمان. وكلمة حلاوة الإيمان دي اللي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا شيء تتذوقه، وخصوصا في أيام الالتزام الأولى وفي أشهر الالتزام الأولى، بتجد للإيمان وللطاعة وللذكر ولقراءة القرآن حلاوة في قلبك لا تستطيع أن تصفها، بحيث أن هذه الحلاوة فعلا تنسيك ملذات الدنيا. حتى لو كنت من أصحاب المعاصي يعني اعتدت على بعض الملاذ التي تأخذها من حرام أو حتى من مباح، حلاوة الإيمان هذه تنسيك، تجعلك في حالة زهد، وتجعلك تتعجب كيف كنت يعني تعيش من قبل دون أن يعني تشعر بهذه أو تقتنص أو تأخذ نصيبا من هذه الحلاوة. وفعلا كما قال بعض الصالحين: نحن في نعمة لو علمها الملوك لا جالدون عليها بالسيوف. هذه الحلاوة نعمة عظيمة جدا. وكما قال بعضهم الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الإيمان وحلاوة الإيمان اللي في الدنيا دي اللي بيتذوقها فعلا هو اللي بيكون إن شاء الله من أهل الجنة. أما من لم يدخل هذه الجنة ولم يتذوق حلاوة الإيمان في قلبه، وتشوفه هو بيصلي لكن مجرد تأدية الفرض، وتجده بعد الصلاة بيقتل، ده بل لم يذق حلاوة الإيمان، أو تلاقيه ما بيصليش خالص أو ما إلى ذلك. عموما من لم يتذوق حلاوة الإيمان فليبكي على نفسه، ليس فقط لضياع هذا الأمر العظيم جدا في الدنيا، ولكن لأن هذا مؤشر لأنه لن يتذوق حلاوة الجنان في الآخرة. لكن هذه المعسكرات أفادتنا كثيرا، نعم أفادتنا كثيرا. في هذا المعسكر الأول اللي هو معسكر القيادات كنا نتعلم أحكام التلاوة، وأنهيت تقريبا أحكام التلاوة في 8 حلقات. كنا بعد صلاة الفجر نقول الأذكار، نجلس في جلسة نعلم فيها ونتعلم فيها الأذكار ونقول الأذكار، ثم مباشرة جلسة القرآن. وكان شيخي فيها زميلي في كلية الهندسة طارق علي إبراهيم، هو اللي علمني أحكام القرآن، أسأل الله أن يجزيه خير. في 8 حلقات فقط تعلمنا أحكام التلاوة بطريقة مبسطة وبمذكرة مبسطة، وما زلت معجبا بهذه الطريقة، وأود لو أن الأجيال الجديدة تعلمت بهذه الطريقة وتركت التكلف في تعلم أحكام تلاوة القرآن. التكلف ده على فكرة مش من عندي، ده قالها الشيخ المعصراوي ربنا يكرمه لما سمع طريقة تلاوة بعض الإخوة في بعض مدارس القرآن المشهورة في مصر، فقال: ما هذا التكلف؟ ما كل هذا التكلف؟ ورأى المواد التي يدرسونها ويدرسونها وما إلى ذلك والتفصيلات الدقيقة، فأتقنا أو خطونا خطوة كبيرة نحو إتقان هذا العلم الجميل، علم أحكام التلاوة، في 8 حلقات. يشرح المعلم الحكم ثم نقرأ ويصحح لنا هذا الحكم فقط، الحكم الذي شرحه اليوم فقط، وفي اليوم الثاني حكم جديد، وهكذا. ظللنا في المعسكر 8 أيام كنا نتعلم أحكام التلاوة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، الفقه، كانت هناك أيضا مواعظ وتذكرة. لكن حدث في هذا المعسكر أمر مهم. قبيل نهاية المعسكر أسامة حافظ قال إنه سيتم الآن انتخاب أمير جامعة أسيوط للعام المقبل. فوجئت، طبعا أنا أخ جديد لا علم لي بهذه الأمور التي تحدث، فوجئت إن في أخ تاني اسمه أسامة برضه، بس مش أسامة حافظ،
بيعترض وبيقول إن هذا الأمر يؤجل للمعسكر القادم، يعني بعد حوالي أسبوع مثلا. فدار بينهم حوار ونحن نستمع في المسجد، معسكر القيادات كان حوالي 200. فدار بينهما الحوار، وأسامة حافظ يقول إن معسكر القيادات هو المؤهل لاختيار الأمير، أما المعسكر الكبير معسكر العامة فيحضره أناس لا علاقة لهم بالعمل الإسلامي، أناس ندعوهم، فهؤلاء غير مؤهلين لاختيار الأمير. وهذه حجة قوية في الحقيقة. وكان له حجة ثانية يقول ونحن اتفقنا من قبل على ذلك. طبعا أنا ما كنتش أعرف اتفقوا إمتى ولا هم مين اللي اتفقوا مع مين، لكن دار حوار ثم احتكموا لرجل كبير في المسجد يسمى الشيخ عبود، كان يحضر المعسكر ورحمه الله، وهذا كان من قيادات الإخوان القدامى، وكان في المعسكر يدرس على ما أذكر الفقه، كان يدرس لنا الفقه. فالشيخ عبود نصر رأي أسامة الآخر بتأجيل الانتخابات، قال لأنه أميركم القائمة ولايته الآن فوجب عليكم أن تسمعوا له. فهنا عرفت إن الأخ أسامة الثاني ده هو ما كانش ملتحي، الأخ أسامة الثاني ده هو أمير الجماعة الدينية، كان بدأ اسمها بقى يبقى الجماعة الإسلامية على فكرة، هو أمير الجماعة الدينية اللي بقى اسمها الجماعة الإسلامية في الجامعة. لكن أخونا أسامة حافظ أصر على أن ينفذ الاتفاق الذي كان بينه وبين الأخ أسامة الآخر وأن تتم الانتخابات في هذا المعسكر. وبالفعل تمت الانتخابات في هذا المعسكر، واختير بأغلبية كبيرة ناجح إبراهيم أميرا للجماعة الإسلامية بجامعة أسيوط لعام قادم. واستمرت هذه الإمارة ولم ينازعه فيها أحد حتى بعد تخرجه من الجامعة. يعني حدث منا إصرار أن يظل هو في موقعه أميرا للجامعة حتى وهو طبيب قد تخرج من الجامعة. الخلاف اللي ظهر هذا كان جديد، شيئا جديدا عليه، فتطوع أحد من يكبرونني ويعرفون الأمور أكثر مني ليشرحه لي، فقال هناك مدرستان، مدرسة أسامة حافظ وهذا يمثل الإخوان المسلمين. كان لهذه الكلمة وقع شديد علي، سأقول لكم لماذا الآن. ثم قال ومدرسة أسامة الآخر، أنا مش عايز أقول اسمه كامل يعني، ومدرسة الأخ أسامة وهذا يمثل تيارا جديدا. يعني أنا أسرتي وتركيبتنا ترفض الإخوان، ولهذا شرح يطول قد لا يعني مشاهدينا الكرام في شيء، لكني أحببت هذه المجموعة الجديدة التي تعرفت بها وذكرت لكم أسماءها منذ قليل. فإذا بي أفاجأ، طبعا هذا الحب والميل لهم ليس مجرد هوى، لا، كل إنسان وضع الله له في قلبه وفي عقله ما يميز به. فأنت حتى لو من العامة لما تعرض لك مسألة وتريد أن تستفتي ستجد أن قلبك وعقلك يدلانك على المفتي أو العالم الأتقى والأعلم. لكن أنت لو صاحب هوى هتسيبه، لكن أنت عارف أنه هو ده الأعلم وده الأتقى وده اللي المفروض نستفتيه. لكن أنت ممكن تصاحب هوى عايز تسمع علي جمعة، هتروح وتسأل علي جمعة وأنت عارف أنه هو ضلالي. فمعايشة هؤلاء الناس
والنظر في أحوالهم وفي أخلاقهم وفي عباداتهم وفي حرصهم على الدين وحبهم للدين وبذلهم لهذا الدين تجعلك تنجذب إليهم وترى أنهم على حق، حتى وإن كانوا في قلة من العلم، كانوا شبابا صغيرا، لكن تراهم يمتثلون مثلا لأمر الشرع، يستفتوا العلماء. تجدهم مثلا دائما عند رجل من علماء أسيوط كان اسمه الشيخ السويفي رحمه الله، كان من الإخوان ثم اختلف مع الإخوان في فترة السجون وابتعد عنهم، ولكنه مش ابتعد عنهم زي بالنسبة دلوقتي اللي ابتعد عن الإخوان والسب والشتم، لا، ولكنه رجل على علم. فتجد أنه كلما عرضت لهم مسألة قالوا نستفتي فلانا، فتستشعر أنهم لا يتبعون الهوى، إنما يبحثون عن حكم الشرع، ولا يجدون حكم الشرع في مكان إلا وسارعوا بأخذه والعمل به. لذا اعتقدت أن هؤلاء أهل حق وأهل خير، ورأيت من التزامهم الظاهر بالهدي النبوي ما لم أره في المجموعة الأخرى، ورأيت من حرصهم على العمل الإسلامي ما لم أره من المجموعة الأخرى. لكن أفاجأ بأن هذه المجموعة هي الإخوان المسلمون. قلت فليكن، ولأدوس على يعني رأيي القديم في الإخوان المسلمين، فأنا وجدت الآن أن الإخوان المسلمين هم هذه الطائفة الجميلة التي أتخذها مثلا أعلى لي. في الحلقة القادمة سنكتشف أن ما قيل لي لم يكن صحيحا. نلتقيكم إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم السبت القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا لن أموت أبدا ومهما تأكل النيران في حقد دفين، فأنا هنا صلد صبور ثابت لن أستكين.